2011 سنة المخاطر الصاعقة التي شهدت ثورات وهزات، فال2012 عنوانها غضب الطبيعة وثوران البشر. ماذا تقول ماجي فرح وفق علم الفلك؟ العام 2011 حمل تطورات ما كانت لا على البال ولا على الخاطر. هل العام 2012 رح يكون استمرارية لهالعام يلي كان صعب؟ سنة 2012 إذا بدك فيها استمرارية مثل ما قلت ل 2011، وهي استمرارية قد تكون أخطر وأكثر دقة، وتشمل هذه الأوضاع الدقيقة أكثر من بلد آمن حتى الآن. يعني رح يصير قصص ببلدان حتى ما فكرت أنه رح تكون فيها أي اهتزازات. رح تشهد هالسنة تطورات ومفاجآت، لأنه إيرانيوس ما زال مواجه لساتورن، فهذا بيخلق خطاط بيرجع بفوت كوكب كبير اسمه نبتون إلى برج الحوت ليستقر لسنوات كثيرة آتية لسنة 2025. بيواجه جوبيتر ابتداء من حزيران، بتبلش تشوف من نيسان تطور حزيران الفترة الأصعب والأدق، واللي قد تحمل احتمالات عديدة، واللي فيها السنة كوارث وهزات وفيضانات ومشاكل وربما حروبا. أخطر أشهر فينا نقول أذار نيسان بالأول بنبلش، تبلغ الأوج الخطورة بحزيران وأيلول، هو شهرين خطيرين جدا. السنة كمان في محاكمات وفي فضائح تتابع ما حصل في السنة الماضية. فينا نقول بأنه سنة 2012 رح تكون سنة تشاؤمية، متى الراحة فيها؟ كارثية، يعني سنة كارثية، متى الراحة فيها؟ أواخر السنة. أنا بقول ببلش يصير التغيير الإيجابي، أو هيك لازم حسب وضع الفلكي، أنا مش عم بصر، عم بقول وضع الفلكي يشير إلى هدوء العاصفة في أواخر السنة. للفلك هو ذاته وجه إيجابي، هو اكتشافات طبية لأمراض مستعصية، هو ظهور ناس بدها تصلح، بدها تقول شو هالعالم الفاسد. حكينا عن الدول ككل وعن الأحداث ككل، ولكن كل يلي عم بيشوفوا بيحبوا يعرفوا أي برج هو الأكثر حظاً وأي برج هو الأقل حظاً. برج الثور عنده فترة جيدة وسنة تصاعدية بتكون مهمة كتير. أول 6 أشهر بتصير كتير مهمة على الصعيد المالي بتاني 6 أشهر. الجوزاء يبدأون فترة جيدة جدا في شهر حزيران، تنتهي حتى تستمر حتى حزيران من عام 2013، وبيقطفوا فيها ثمار جهود كتيرة. العذراء والجدي والسرطان بأول 6 أشهر سنة جيدة. السرطان والجدي بينهوا السنة أحسن ما من الصيف، يعني فترة الصيف شوي دقيقة، بعدين تنتهي السنة كتير جيدة وانفراجات. الميزان والحمل فترات تصاعدية، بتبلش السنة بطريقة صعبة ودقيقة على هاثنين، وأنا من الميزان يعني، فببلش السنة دقيقة ولازم ننتبه بأول أشهر، ثم تصبح أفضل في شهر حزيران وأفضل بكثير في شهر تشرين الأول. القوس عنده الحظ المطلق بيساعده كل السنة لشهر أيلول. العقرب بده ينتبه، في عنده مواجهات، في عنده مشاكل مع بعض الشراكة، مع أيضا مفاجآت حلوة ومراكز وتغييرات وسفر وتغيير مكان الإقامة. آخر السنة اللي بدهم ينتبهوا هن العقرب والثور والدلو والأسد. الدلو والأسد عندهم أحسن فترة بين حزيران وتشرين الأول، بتغير فيها مصير إيجابي جدا بهالوقت. الحوت بين أكثر المحظوظين أيضا بهالسنة اللي فيها كتير تغييرات قد تكون غير اعتيادية.